السلام عليكم حبايبنا متابعين قناة البساطة في الطبخ والخياطة، ورجعنا وياكم بفيديو كلش حلو. هي حلاوة جديدة بدون طحين بدون نشا، مثل ما شفتوا شكلها تجنن. وترند هذه رمضان، طبعا طلعت ترند هالايام هي حلاوة البسكت. تشوفون عندي طبعا اليوم جبت قطعتين من البسكت، هذه بنات البسكت ابو الربع. طبعا هي الحلاوة كلها ما كلفتنا 1000 دينار. وجبت ظرف واحد من الشوكولا الخام اللي سعرها ربع دينار، وملعقة كاكاو باودر، وملعقة كاكاو حليب، وملعقتين من حليب السائل المكثف. وخلص هاي كل مكونات الحلاوة. هنا بالبداية كسرت البسكت وراح أضيف عليه الحليب الباودر، وراح أضيف عليه كوب من المي المغلي. طبعا عادي حتى لو مي من الحنفية، بس أنا لسرعة الوقت وينخلط زايد بنات تصير مثل الكريمة إذا خليتي لها مي حار. وهنا ضفنا ملعقتين من الحليب المكثف. هاي اللي هسه احنا راح نسوي لونين من الحلاوة، اللي حلاوة بالحليب. هاي مكوناتها. هسه راح نخليها بالخلاط ونخلطها ونشوف شلون صارت. راح تصير عبالك كريمة تجنن. طبعا خذ ظرف الشوكولا اللي هو سعره ربع دينار، راح اذوبه على حمام مائية اما بالمايكروف اذا عندك. هنا طبعا بعد ما اختلطت بنات دشفون، قسمت الخليط الى قسمين. قسم راح اخليه لونه ابيض، والقسم الثاني اللي بقى بعلبة الخلاط ضفت عليه الكاكاو الباودر طبعا لتعزيز اللون والطعم. وراح اضيف عليه الشوكولا بعد ما ذوبتها على حمام ماء، مثل ما شفتوا انا ذوبتها فوق الغلاية الكهربائية. انت تقدرين تخلين فتقوري مال مي حار وتخلين الكاكاو بكاسة مثل ما انا مسويتها، فراح تذوب. وبعدين نخلطهم كلهم سوا ونصبهم من الجهتين، يعني نصبيه بنفس الكاسة او بنفس الصحن بنفس الوقت. اللون الجوزي واللون الابيض تتوصيل الى نصفين متساوية مثل ما موجود بالشكل. وبعدين تزورقيها باي مسواك عندك او سكينة او ملعقة بهاي الطريقة اللي انا زينت بيها. مثل ما تشوفون مجرد شغلنا اليوم بالخلاط، بدون طبخ بدون طحين بدون هوسة وماعين. مجرد المكونات كلها بالخلاط تقسميها اثنين، قسم ابيض وقسم لون الكاكاو، صدقوني بنات صارت كريمية تجنن ولا اروع، حتى تقدرين تحشين بيها الكيك. وطبعا طريقة التزيين راجعة، تقدرين تسوينها بس بلون الكيكة، وتقدرين تسوينها قسمين مثل ما أنا سويتها. بس صدقوني شكل روعة وطعم كلش طيب. لا تنسونا حبايب قلبي باللايك والمشاركة الفيديو. تحياتي لكم غوال وين ما تكونون.